اسمي ندى. يا ندى، المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ موافقة طبعا. اتفضلي يا ندى، تحت أمرك. حضرتك، انا حابة ان انا يعني اتكلم على هي قصتي. انا عندي 25 سنة ومتجوزة بقالي 5 سنين بالظبط. وكنت يعني واخدة جوزي دوت قصة حب، يعني كانت قصة حب واهلي ما كانوش وانا يعني وقفت قدام اهلي عشانه. يا للدرجة دي؟ اه. وكنت بحبه بطريقة مش طبيعية، وضحيت بتعليمي. كنت في 3 ثانوي وضحيت بتعليمي ودخولي الكلية عشانه. برضه ضحيت بحاجات كتيرة قوي. المهم اتجوزنا وكده، وعملت حاجات كتير قوي عشان اهلي يوافقوا. وبعدين اتجوزنا انا وهو بعد حاجات كتير قوي وحروب بيني وبين اهلي ومشاكل، وعملت حاجات كتير عشان طب وليه اقنعهم ان أهلك احنا كانوا نتجوز وكده. رافضين؟ بسبب اهله، وبسبب فضلوا يقولوا اللي هو بتوع اهله بتوع مشاكل وكده. وهو لسه صغير وانتي لسه صغيرة، وكمان عشان تدخلي الكلية وكده. فانا ما كملتش واتجوزت. فبعد ما اتجوزنا وكده، كانت اول سنة كانت كله تمام وكان كويس معايا جدا، وعشان كمان احنا واخدين بعض عن حب. تمام. فجأة لقيته مدمن. مدمن؟ يعني ايه فجأة؟ يعني ايه فجأة؟ يعني اكيد بيشرب يعني من الاول. لا، ما كنتش عارفة اللي هو بيشرب حاجة، وما كانش انت باين ما عليه. تعرفيش، لكن هو كان بيشرب. كان مش شرب كمان، هو كان بياخد بودرة. لا حول ولا قوة الا بالله. وانت ما خدتيش بالك من حاجة زي دي؟ لا، ما كنتش عارف اي حاجة خالص. يبقى عشان كده اهلك كانوا رافضينه. بس ما حدش كان يعرف ان الموضوع وصل للدرجة دي. يعني كانوا فاكرينه بس بيشرب حاجات كده خفيفة. اللي هو خفيفة كده وخلاص، بس ما حدش كان يعرف الموضوع وصل لكده. المهم اول سنة دي عدت، وبعدين اول لما انا شفته اتفاجئت اصلا بيه. يعني كان بيسحب بالليل من جنبي عشان ياخد وكده، وانا ما هو ما كانش يعرف اصلا ان انا شفته وعرفت. المهم رحت لوالده وقلت له، ما واجهتوش لان ما قدرتش، لان انا من بعدها ما عرفتش اواجهه ازاي ولا اقول له ازاي. وانت اتجوزتي بشكل طبيعي بقى، بفرح بكده ولا؟ لا اتجوزت بشكل طبيعي. بس بعد بس هو اصلا كان في يوم فرحي اصلا كانوا كلهم زعلانين مني. ورحتي لوالده قلتي له ابنك بيشرب بودرة؟ قلت له كان بياخد بودرة وشفته بعيني. قال انا كنت شاكك بس انت اكدتيلي. المهم طب نعمل ايه ومش نعمل ايه؟ قال لي احنا هنجيب له روشتة العلاج وهيقعد معاكي وهيقعد في البيت وانت هتخلي بالك منه. المهم انا فضلت معاه وفضل في البيت 3 شهور، ومعاه في اعراض انسحاب ومعاه في كل حاجة. وبقى كويس. وبعدين رجع تاني. فضل يجي اكتر من 2 سنين ياخد، يعني يبطل ونرجع تاني، يبطل ويرجع تاني. وانت بقى كل مرة فاهمة انه بطل خلاص وتفرحي تلاقيه رجع تاني. وابص لقيته اتنكس تاني. وبرده يعني انا برده ما كنتش بيأس، بس عندي امل ان هو يرجع تاني. عشان يعني برده عارفه ان هو بحبه وهفضل معاك على الاقل، وانت هتتغير وهتبقى كويس. كمان عشان خاطر اهله، عشان كانوا فضلوا يقولوا لي انت هتبقي، احنا مالناش الا انت اللي هتقفي جنبه وانت مش عارف ايه. بس انا اللي كنت شايله مسؤوليه اصلا اعراض انسحاب وكل حاجه. انا كنت معاه على اي حاجه. وطبعا في الفتره دي بيتجنن وبيبهدلك. لا، كنت بتبهدل جدا لدرجه ان انا كنت ممكن اخد علقه موت عشان مثلا عايز يخرج ياخد حاجه، وانا كنت واقفل الاوض ومش عارفه اوديه يعني منوم. اللي بنشوفه في الافلام ده حقيقي، اللي بنشوفه زي أيوة. فيلم النمر والانثى كده.
ايوه بالظبط كده، لدرجه ان انا كنت ممكن اديله احط له في الاكل او في العصير حبوب معينه اسمها كلوزابيكس عشان ينام. المهم فضلت كده فتره كبيره، لدرجه اللي هو اضطر اللي هو يشتغل في بيعة المخدرات عشان ياخد كمان. يعني مبقاش بس بيشرب، بقى اه بيبيع. فجأة اتفاجئت في يوم من الأيام قالوا لي اللي هو اتحبس. يلا خلصنا منه. لا مش خلصنا منه، قعد 5 شهور. في ال5 شهور دول أنا في ال5 شهور دول تحت رجل مامته وباباه، ما رحتش لأهلي برضه. وبتروحي له زيارات طبعا؟ وبروح طبعا زيارات. ال5 شهور دول أنا ما فيش زيارة ما رحتهاش، وفضلت مع أهله. ما بتروحيش لأهلك عشان انتي بتحبيه، ولا مكسوفة توري لهم وشك بعد ما قالوا لك بلاش ده؟ عشان مكسوفة بس كده. ايوه عشان فعلا مش عارفة اعمل ايه. ما انا فعلا اللي هم كانوا خايفين منه ما هو صح. فانا مش عارفة اعمل ايه، اروح لهم اقول لهم ايه. المهم وكنت بقف معاه. الو، ايوه سامعاك. وكنت بقف معاه عشان يبقى حاجه كويسه، عشان اقول لهم شفتوا هو بقى كويس ازاي. بس ما كان بيكسر خاطري طبعا. لا ده بيشرب وبيبيع واتسجن كمان. المهم اتسجن في ال5 شهور. هو قد بالظبط 5 شهور. في ال5 شهور دول انا كنت تحت رجل مامته وبابا، او كنت زيارات بروح، وكان كل حاجه. حتى لما طلع بقى قلت هو طلع فعلا. هو طلع بني ادم تاني، بس طلع بني ادم تاني كشكله، مش كمن جوه. المهم ضحك عليا بكلامه، وقام قايل لي انا هبقى بني ادم تاني، انا عارفه انت اللي زيك. ومفروض ان هو ما شربش في ال5 شهور ورجع بقى. هو كانت فتره نقاهه وخلاص انا هبطل. فتره نقاهه تمام، خلاص انا هبطل بالظبط كده. المهم بعدين اتفاجئت بعد طلوعه بالظبط ب4 شهور اللي هو رجع تاني. المهم الكلام دوت كان من السنة اللي فاتت بالظبط. أنا بقالي 5 سنين متجوزة. السنة اللي فاتت بالظبط. المهم في ال4 شهور اللي فاتوا دولت قبل دخول السنة ديت، المهم رجع تاني واتنكس، وبدل البودرة بقى الموضوع بقى فيه شابو كمان. بقى بيتعاطى الاتنين. وبقى بموضوع الشغل بقى، حتى لو نزل يشتغل بقى بيشتغل عشان الحاجة ديت. وممكن كمان ما يشتغلش، ممكن يعمل زي جمعيات هو واصحابه كده عشان ياخد الحاجة دي. خلفتي؟ طبعا في المرحلة لا، ما ربنا ما رزقنيش لحد دلوقتي، بس اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. انت ليه مكمله يا بنتي؟ قاعده ليه؟ لسه مستنيه ايه؟ فهكملك بقى اللي حصل مؤخرا. فبعدين فضلت برضو واقفه معاه، وقلت له انت ازاي كده ومش عارف ايه. طبعا نويت عشان عايز اروح لاهلي، ما انا تعبت عشان انا من الزعل جالي السكر. وتعبت وجالي حاجات تانية، وجالي الضغط العالي، وجالي التهاب في اعصابي. ممكن ما اعرفش ادوس على رجلي ولا اعرف امشي من الزعل. المهم جيت عشان خلاص قررت ان اروح لاهلي. الكلام دوت بالظبط السنه اللي فاتت. بابا ومامته وقفوا لي وقالوا لي احنا مالناش الا انتي، ما تكسريش يعني لنا ايه، ما فضحهمش، وهو هيبقى كويس واحنا هنقف معاكي وهيبقى كويس ومش عارفه ايه. المهم محدش في الاخر بيقدر عليه اصلا. وصلتي لفين يا بنت الناس الطيبين؟ وصلتي لفين؟ وصلت لايه بقى اللي انا بالظبط من 3 شهور نزلت، اللي انا قلت عشان مش هفضل في اللي انا فيه دوت. نزلت قررت ان انا انزل شغل، وبالفعل نزلت شغل بس ما كملتش الشهر. المهم عيا جامد قوي، وحتى الحمام ما كنتش بعرف انزل اخش الحمام. كنت بعمل حمام على نفسي وانا نايمه من تعبي. هو طبعا ما قدرش حاجه زي دي وما كانش جنبي. بس لما ماما عرفت ان انا تعبانه جات لي. فلما صدقت اللي هي جات لي ان نفسيتي ممكن تكون بقت احسن شويه، فجاه لقيت
مامته بتكلمني بتقول لي انت بقالك 25 يوم مستموته، انت مامتك هتلاقيها عامله لك عمل ان انت تفضلي عامله كده. انت المفروض تجي لي، انا شقتي متكركبه وشقتي فيها وفيها وفيها، المفروض تيجي عشان تنضفيني. عايزاكي تخدميها، تروحي تمسحي وتكنسي وتسيقي. زي العاده، عشان انا كل السنين اللي فاتت ديت كنت بعمل كده، بس عشان يا ربنا حبيبتي. والله. المهم الاستاذ بقى بقول له طب ينفع انت سمعت من مامتك، شفت اللي يعني انت ما بتردش ليها ليه؟ ده انا ما بعرفش اغسل، ما بعرفش حتى اخش الحمام. يقول لي مش بايدي. طب مش عارف اعمل ايه، وما كانش طبعا بيجيب لي حقي وما كانش بيجيب لي، ما بيردش. احنا موضوعنا اكبر من الكلام ده بكتير. موضوعنا ماشي اكبر من الكارثه دي بكتير. انت دلوقتي وصلتي لايه؟ وصلت اللي انا بالظبط يوم الاثنين اللي فات دوت كان بيموتني ومسكني ضربني وكنت بموت فعلا. وكنت بموت تحت ايده. بس الفتره ديت هو كان المفروض اللي هو متعافي، كان قاعد في البيت ومتعافي، بس الله اعلم بقى ممكن يكون نزل خد، ما اعرفش بقى. وبعدين انت بتتكلمي الاثنين اللي فات، يعني انت بتتكلمي لي في 4 ايام، النهارده السبت. بالظبط كده، الاثنين اللي فات ده. المهم مسكني ضربني موتني لدرجه انا مفيش في وشي معالم اصلا اللي يبان ان انا بني ادم. المهم جريت على التليفون، رنيت بماما قلت لها تعالي الحقيني انا بموت. المهم ماما جات لي هي واختي، جم خدوني وقلت له انا مانيش داخله لك بيت تاني وخلاص، كل واحد يروح لحاله. طبعا هو مالي ايده مني قوي، قال لي روحي ولا في دماغه، وفضل قاعد ياكل توفي ومش في دماغه خالص، لان انا اصلا ماشيه بموت، وشي كله بيجيب دم ومش قادره ادوس على رجلي. طب انت ناويه على ايه؟ انت ما تزعليش مني، انت فرستيني. انت فرستيني، وانا نادرا لما حد يفرسني كده. انت بعد كل اللي بتحكيه ده لسه انا عايزه اتطلق ومش عارفه يعني ايه مش عارفه؟ انت بس كنت عارفه تتجوزيه؟ يعني ايه مش عارفه؟ ده واحد اتحبس وبيبيع مخدرات وبيشرب مخدرات، ده انت قضيه قد كده. والدي مسافر وهيجي كمان يومين بالظبط عشان يخلص الموضوع. طيب بس انا هو مش رافض موضوع الطلاق، وانا مش عارفه اعمل ايه. ارفعوا عليه قضيه وهتطلقي من اول جلسه. ده مدمن ومعاكي واتحبس وبيبيع مخدرات، ده منيل ب60 نيله. ده انت تسجدي شكر كل لحظه ان انت ما خلفتيش من شخص زي ده. انت ازاي رضيتي ب5 سنين شغاله لهم خدامه، وواحد مدمن، واحد ما عندوش دين وبيشرب مخدرات وبيتحبس؟ ايه الصبر ده يا شيخه؟ ايه الصبر ده؟ بحمد ربنا. هو انا بحمد ربنا اصلا ان انا لسه عايشه والحمد لله على كده. احمدي ربنا واسمعي كلام اهلك بعد كده. اسمعي كلام اهلك. اهلك ما بيضلقيش. انت ضليتي نفسك وخسرتي. يا ريتك خسرتي عشان حاجه عدله، ان انت خسرتي كل حاجه عشان افشل الناس. ده حقيقه والله. فوقي نفسك يا بنت الناس واتطلقي وانسي الصفحه السوداء دي من حياتك، امحيها وقطعيها وما تفتكرهاش، وارجعي لدراستك وارجعي لمستقبلك وحبي نفسك وتعافي، وربنا ان شاء الله يرزقك بحد احسن منه مليون مره. بس تأني، انت لسه عيله صغيره. انت عندك 24 سنه صح؟ عندي 25. طيب انت لسه طفله، اللي قدك لسه بيتخطبوا. فعقلي بقى، اكبري بقى. اللي شفتيه يخليكي تعقلي، واللي شفتيه يعلمك. والحمد لله ان مفيش اطفال. الحمد لله ان مفيش اطفال. الحمد لله فعلا، الحمد لله. اسمعي كلام اهلك. انا بكلمك. لا هو انا عند اهلي اصلا دلوقتي. انا بكلمك وانا عند اهلي. ايوه الحمد لله انك عند اهلك. عارفه تروحي تاني البيت ده
ولا تخطي لا 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 برجلك لا البيت لا. ده تاني؟ ابدا ابدا ابدا. لا ده انا بفكر، انا ربنا حط جوايا كره ليه بطريقه اخيرا مش طبيعيه. اخيرا يا اختي، اخيرا فقتي، لا اخيرا لا فقتي. ما- انا عايزه اضحك. اخيرا فقتي. 5 سنين بهدله ومرمطه، وامه مشغلاك عندها خدامه. لا اله الا الله. مش حكايه فوت. هو انا ممكن اكون فوت من بدري، بس اللي كان اللي كان عارفه حته اللي انا كنت مش عارفه اجي لهم اقول لهم ايه. ما تقولي وأنا أصلاً لهم من يا الأساس ما ستي، عندهم حق. قولي لهم مهما كان دول اهلك، حتى لو قالوا لك يا ريتك سمعتي كلامنا، في الاخر هياخدوكي في حضنهم ويطبطبوا. دول اهلك. وده اللي حصل فعلا فعلا، دي حقيقه. 5 سنين واتحبس، دي حقيقة. وتروحي اماكن زي دي، وتدخلي اماكن زي دي، ويا ريته مثلا محبوس في حاجه محترمه. ده حاجه زباله. ده اللي كان مخلبوك هيولع حصل. ان انت بتروح. يلا خير، قدر الله ما شاء فعل. اسمعي كلام اهلك واعتذري لهم، ومش عيب ان احنا نغلط ونعترف بغلطنا. اعتذري لهم لا وقولي انا لهم معترفه بغلط، غلطت معترفه طبعا. واتعلمت وهتعلم، وكل ما بنعيش ده حقيقي. بنتعلم. واحمدي ربنا. ده حقيقي. انت بالذات عيشي اللي باقي من عمرك كله سجدة شكر لله انك ما خرجتيش صح، مع صح. اطفال من التجربة السوداء دي. الحمد لله يا رب حصل. ده العالمين. حقيقه فعلا، الحمد لله. ربنا يعوضك خير، وارجعي لدراستك. اوعي تسيبي دراستك، ارجعي لدراستك تاني. ما هو ده فعلا فعلا. انا اول لما طلعت من اللي انا فيه، اول حاجه فكرت فيها اللي انا كمان ارجعي، كل حاجة راحت منك عوضيها. انت لسه صغيرة ده حقيقي. والعمر قصادك، والحمد لله انها جت على كده. الحمد لله يا رب العالمين. شكرا يا دكتوره، والله مش نورتيني عارفة أقول. نورتيني واسمعوا كلام اهاليكم. اسمعوا كلام اهاليكم. يعني الموضوع يستحق ان انتوا تسمعوا كلام اهاليكم لو سمحتوا. ده مش سلق بيض. هو اهلك اللي تعبوا فيكي وربوكي وشقيوا عليكي مش هيرموكي. بلاش عنده، بلاش كبر، بلاش. ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.